هنا في القنوات بنكون موجودين في كل قناه، ولكن طول عمري بقول انا لا مع الف ولا مع ب. تمام. احنا بتنتقع يعني بتنتهي علاقتي بصاحب القناه بمجرد ان انتهى شغل عنده. يعني انا دلوقتي مثلا معايا سيد فهمي، ليه شغل مثلا في قناته، مش معنى كده ان هو صاحبي، مش معنى كده ان هو قريبي. معايا محلاوي، معايا فلان، انا لا مع الف ولا مع ب. نيجي لموضوع مدام رشا. مدام رشا في سنه 2019 تقريبا او 2020 كانت من اول الناس اللي طلعت قالت محمد الفارس صاحب شبكه دعاره. قلنا مفيش مشكله عادي، ما هي اقول لك على حاجه بروح ابلغها عني. طلعت ناس كتيره طبعا من اللي بتحب تسند، اصل انت فعلا شغلك كله مع الستات، انت طب ما انا بطبيعه شغلي مع قنوات طبخ، ما اكيد شغلي هيكون مع الستات يا جماعه الخير. طبعا عامه اللي شاكك فيا ما يروح يبلغ عني. المهم ما علينا، فجمعتني بها مكالمه موجوده عندي حتى الان. يا مدام رشا، انت ليه بتقولي عليا كده؟ قالت لا شهاده لله، دي قناه اسمها فسر حلمك، والمكالمه موجوده تمام. فسر حلمك طلبت مني اعمل مشاهد روتين ولا كده، بس انا عشان كنت متغاظه منك علشان كوكتيل واللي فقلت كده. قلت لها طيب انت زي ده اختي. كان باتفاق بيننا يا استاذ محمد. انا بعد اذن، لا انا كان ما باتفاق قطعتكيش، بيننا عشان فبعد انت اذنك هديتني سيبيني اتكلم فلوسي. طب وابقوا ماشي ردي. اتفضل. يا استاذه رشا، يا بعد استاذه رشا، اذن بعد اذنك حضرتك. سيبي محمد يخلص كلامه حاضر وهنديلك الكلمه حاضر برضه. حاضر. طيب يا استاذه رشا، انت زي اختي، وانت انا ما بدعيكش يعني لدين جديد، يعني انا بقول لك بلاش شتيمه، بلاش الفاظ. ما علينا، عدت ايام، مرت ايام، جت ايام، جت لي في يوم. ايمن طبعا كلنا عارفينه بتاع العالم الاخر. كان ايمن في الوقت ده بيشتم بيسب بيلعن، وكنت لسه قافل له قناه وبعتنا له الحكومه في الزاويه الاحمر. كان في عمليه تطاول بالفاظ وحاجات ما يصحش تتقال. جت كلمتني قالت لي الحق ايمن بالله عليك، مع حاجات واللي والدنيا والدين. اللي فهمته من الموضوع ان في كلام على الخاص، يعني من الاخر كده. الكلام كان المهم تمام. علاقته. الكلام دخلت كان دخلت علاقته ايمن بكام؟ كان معاه الكلام يا كان على استاذه يا الابتسامه اللي استاذه بتديها 1000 جنيه في اسمعيني الشهر. للاخر وبرد انت كده عليا بعد بتسب اذن عرضي حضرتك. لا تسمح يا يا استاذ استاذه المنصه ده سب عرض. يا الكلام كان على استاذه الابتسامه. اسمعيني ثواني للاخر بعد اذن ثواني. حضرتك. لا لا ده سب عرض، لا ما اسمحوش. ما لا اسمحوش ولا ده حد ما يقبله على سبش عرضك، ده المنصه. كان في لا كلامك بينه وما بينه على الخاص. طب انت ايمن موجود، بتتكلم. لا بص انا مش قادره، ايمن يا انا استاذه موجود. موقف رشا، الراجل رجاله. بيحكي موقف وبيحكي اللي اتقال، مش الراجل لا موقف، سبك ما ولا كانش شتم. كده، ده سب عرض حضرتك كان علاقته طيب يا ايمن باسم استاذه موجود، مبدئي ايمن النقطه. موجود، ايمن موجود، ايمن لا موجود، والكلمه اللي انا هقولها قدام الناس اللي موجوده في الشات واخواتنا الموجودين معايا على المنصه، الكلمه اللي انا هقولها غلط انا اتسال فيها. ده كده هو انت كلام فيه دماغك غلط يا بتتكلم على اخوانا. خاص. الكلمه اللي انا هقولها ويطلع ما فيش ليها دليل واثبات، اصلا انا علاقتي مش بيكي، انت مش قريبتي ولا تعريني في حاجه. بصي روحي ولعي شيء، بصي قولي للناس تعالى نعبد نار، ده مش موضوعي. انا طالع دلوقتي هحكي لغايه ما وصلت حاليا دلوقتي معاكم على لا المنصه. انا الثقه الخضراء تمام. الشريفه يا فاحنا محلاوي. انا مش دلوقتي ست مش محترمه، انا الخضراء الشريفه اه. هو انا احترم المنصه يا جماعه ومحدش بيحترمني يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ واحد بيسب عرضي فوق والتاني بيسب عرضي تحت، هو انا طالعه المنصه عشان اتهان؟ هو طيب في ايه احنا يا جماعه؟ دلوقتي احنا بنحكي دلوقتي يا استاذ. لا انت احنا بتحكي بنحكي. الكلام مش انت صح. معترضه دلوقتي على ايمن صح كده؟ اه معترضه ان كان اه. في علاقه بينك ما بين ايمن وكده صح كده؟ ليه يا وان كان اخويا؟ هو مفيش انت كنت حاجه يا على بتخاف اخوانا منه تليفونه اللي ونايم بالك معاكم عليا ام لوندو عفريت؟ بعد وبتتكلموا اذن بنفس. يفك البلوك من الله. عندها. انت بتقولي كده. طيب اه اشغلك بقول دلوقتي كده صوتك طيب طبعا. ولا هعمل ايه؟ طيب انت ايه اللي يرضيكي؟ بصي يا رشا، انت انت بتتكلم عارفه في اصل متاكده القناه ولا ان انا من بتتكلم في ايه الهبل اخلاقي اللي انت ولا بتهري؟ تربيتي ان انا اتكلم على واحده انت ست؟ اسمعي. انت بتتكلم في قفل القناه ولا بتهري في ايه قديم مقفول من لا سنين؟ لا انا بجيب لك من بدايتك بس عشان طب اعرف بس لا الناس، مفيش بس بدايتك كانت بدايتي. ايه ونهايتك ايه. لا اسمعي لا 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 بس. انت ايه انا ما اللي يخليك قطعتكيش. تسخن عبد الله بن الكويت عليا ما انت يدعنيش؟ انت هتسمعيني مالك؟ طيب وانا هقول لك كل النقاط، ولا انت طالعه تزيتي بس وخلاص وتقاطعينا في لا الكلام؟ انت هحكي طالع لك انا كل بتثبت حاجه. عليا طب العرض. هو انت لا دلوقتي اسمعيني بس، اسمعيني. انت دلوقتي مش عايزه تعرفي دلوقتي زي ما انت حكيتي واحنا سمعناكي وانا سامع كل الكلام. انا كنت ابو لهب من شويه. انا ما انا قلتش هحكي. ان انت صاحب انا انا لما دلوقتي طلعت قلت يا استاذ محمد، احنا ولا دلوقتي قلت ان يا انت صاحب استاذه عشان شبكه الناس هنا بس. دعاره، ولا افهميني قلت ان افهميني انت بتسرح نسوان، افهميني ولا قلت ان انت افهميني خربت بيت فاتن. افهميني انا قلت انت افهميني قفلت قناتي. هي دي افهميني نقطه بس. الخلاف اللي بيننا. افهميني افهميني بس. انت افهم امبارح، مين؟ انت امبارح افهم كنت مين؟ طالعه هو انا بتديني دلوقتي اجازه شغل. ثواني بس، ثواني من فضلك، طب ثواني من احنا فضلك. نسيبها يا انا جماعه يا جماعه تتكلم اللي على وانا لغايه ما هي المنصه. تخلص. ايوه اما رشا نخلص انا بقى.
انا لما رشا طلعت على المنصه ولا خرب بيت فاتن ولا طلب فيديوهات على الخاص على يدي وده موجود عندي لستات، جبت السيره النكسه دي ولا اتكلمت في قفل قناتي وركوب تليفوني؟ يعني احنا بنتكلم في نقطه معينه، انت بتشتت الناس في حته قديمه ليه؟ لا انا انت بجيب عايز ايه لهم بالظبط؟ بدايتك. انا بص فيا خرا انا وزفت، بجيب لهم انت مالك؟ بدايتك. احنا بجيب انا لهم فيا بدايتك. خرا ما انا وزفت، جاي لك انت في حته، انت انا بجي لك في مالك؟ حته قفل قناه. ثواني ما بس، انا زي ثواني الناس، انا ثواني، هجي لك. انا فيا خرا وزفت، انا انت مالك سيبك بتقول لعبد تتكلمي الله لغايه. ما يدهنيش بص ليه؟ يا انت جماعه مالك؟ سيبوها لغايه ما تخلص. انا فيا خرا وزفت، المنصة انت مالك؟ عبد المنصة الله يدعمني ولا يا لا؟ رشا بتقول له دي ست هي تستوم عليه، انت مالك؟ رشا سمعاني؟ ايوه يا سلطان. مساء الخير. ديتي يعني انا اعرفها من زمان، مش لسه عارفها امبارح او في حوار امبارح، عشان برضو ما نطولش في الكلام عشان موضوع ايمن بيعصب. لا ما المهم مش بيعصبني، ما ما انت موضوع علينا. المهم انا فعلا انا غبت موضوع عن اليوتيوب. الدعاره يا انا استاذ محمد يا والسمك استاذ الكبير كان خلينا بيقول بقى لي نحكي بقى، خلينا نحكي بقى. لا في وقت ما فيش، مش عاجبينك الرجاله دي كلها. يا ايه جدعان وانا بقى؟ مش عاجبني ننهي بالظبط البث، ارجع ننهي المنصه. البث يعني يا عم. ثواني هنفك البلوكات كلها تاني. حاضر، هنفك البلوكات كلها. حاضر يا محلاوي انت معاك برضو مفتاح يا يا محلاوي؟ محلاوي، ما انت معاك مفتاح يا جدعان يا ابو محلاوي انت معاك مفتاح ازاي يعني؟ بندق يا تتبلد جدعان. معاك مفتاح. يا استاذه لو سمحتي، يا ابو يا استاذه صابر، يا لو ابو صابر ممكن سمحتي اطلب منك يا ابو صابر طلب يا ابو صابر بعد اذنك؟ اتفضل. معلش اللي هيتكلم يا ابو صابر سد له كلمته واعمل ميوت لكل اللي على المنصه بعد عشان اذنك محدش كمل. يقاطع حد. اتفضل يا استاذ محمد. يا وليه؟ ميوت ليه؟ في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واقروا براحتكم، انا غلطانه ان طلعت على المنصه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ خليكي محمد كمل. خليكي اتفضل يا برضه استاذ في محمد الاستماع كمل برضه. كلامك يا استاذ محمد. طيب اتفضل. خليكي برضه في الاستماع برضه يا مدام رشا. المهم يا جماعه الخير، انا تمام يعني. انا كل اللي انا اقصد اوضحه ان انا رشا مش لسه اعرفها من امبارح، ده انا اعرفها من 2019، فاعرف السجل كله بتاعها، واتعاملت معاها بدل مره اثنين وثلاثه واربعه. تمام. واتهمتني قبل كده بواحد اثنين ثلاثه، والناس القديمه اللي موجوده في الشات حضرت الكلام دوت، مش محتاجه ان انا اطلعه لها تاني وهي بتقول. المهم انا فعلا غبت عن اليوتيوب فتره بتاع سنتين. تمام. ورجعت. انا عندي قناه شعر صغيره كده، بقعد بعد ساعات افتح منها مع المتابعين في حالي. حد بين يوم وليله جه قال لي تعالى الحق دراسه فاتحه عليك بس. طب انا ايه علاقتي برشا؟ فانا في الوقت ده فاتح بس صوت وصوره، فلقيت رشا فاتحه بس تقريبا، وحط لي على المنتدى يلي صوتك مش راكب على شكلك، ويلي طب انا ما كلمتكيش اصلا. فمع ذلك فتحت بس تاني يوم عندي وقلت انا لا اذكر حد ولا تتعودت ان انا اتطاول على واحده ست. اقول لك على حاجه، ربنا يسامحك. شكرا يا استاذه رشا. خلاص الموضوع خلص بالنسبه لي برضه، وانتهى برضه ما ذكرتهاش. نيجي الموضوع عبد الله اللي هي بتتكلم فيه وبتذكره. عبد الله ولد الكويت، طبعا كلنا عارفينه على اليوتيوب. تمام كده. عبد الله جه عمل شغل عندي في قناته ومعاه ابن خالته احمد جنتلمان. عبد الله في مشاكل بينه وما بين حسن شحاته، قناه اسمها يوميات حسن شحاته، بيشتموا ويردحوا لبعض. تمام. جت الناس كلها بما ان انا عارف ماسك قناه عبد الله، يا استاذ محمد احنا بنحب عبد الله، خليه يبطل يشتم الكلام ده كله. فجيت مسكت عبد الله انا وابن خالته احمد، يا عبد الله بعد اذنك لو عايز يا حبيبي قناتك تنجح، مفيش قناه بتقوم على السب والقذف والاهانه، ركز في محتواك وما تركزش في اللي بيشتمك. اظن احنا كده ما غلطناش فيه. فجاءنا ان رشا دخلت عند حسن شحاته، شتمت وعملت وسوت والكلام ده كله. في نفس الليله رشا فتحت بس عندها في القناه، فعبد الله ما يعرفش، راح عند اللي بتدافع عنه، فحط لها في السوبر شات فلوس $50 تقريبا او $100 الله اعلم. جت احدى القنوات قالت ده عبد الله راح عند رشا حط فلوس. في قناه من ضمن القنوات اللي عبد الله بيدعمها تعرف تاريخ رشا طبعا المشرف، راحت كتبت لعبد الله، يا عبد الله رشا معروفه من زمان ان هي بتتاجر عشان تطلع تشتم وتسب في القنوات. جه عبد الله بيسالني يا استاذ محمد فعلا الست دي واحد اتنين تلاته، يا ريت انا اقف معاك وحسن شحاته انا هعمل واسوي فيه واجيب له اقفل له قناته وكل يوم اطلع عليه افشخه واعمل واسوي. قلت له يا عبد الله النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اتقوا الشبهات. يا براك، يا براك احنا قلنا مفيش غلط في اي حد يا عم خالد بعد اذنك. شيل نقفل البث الاشراف خالص يا جدعان. الست دي سيئه السمعه. خلاص موضوع حسن شحاته انا بكره هحله لك. رحت فعلا مكلم حسن شحاته، انتوا اخوات، انتوا اصحاب، انتوا، وراح فتح راجل عنده بس جايبين عبد الله، رضينا عبد الله على مين؟ على حسن شحاته، والبث موجود في قناته. تمام.
وخلاص صالحنا الطرفين. سمعت ان رشا زعلت. ازاي؟ هو انا كل ما اجي اعمل سبوبه الفارس يجي ينط لي فيها؟ لا اله الا الله. طب نجيب لك ناس تقطع بعض طيب عشان انت تطلع تشتغل يعني، ولا ايه؟ ما انا مش فاهم برضه. ما علينا. سكت برضه، ما ولا اديتها برضه اي اهميه. انا يا جماعه الخير انا مش لسه طالع اليوتيوب امبارح. احنا كلنا شغالين بسمعتنا وعندنا بلاوي اليوتيوب كله. عمرنا ما بنطلع نتكلم لا في اعراض حد ولا بنخوض في عرض حد. ورشا دي لوحدها عندي لها سيديهات سيديهات يا رشا اقسم بالله. وناس بص يعني محلاوي موجود، حتى لو موجود دلوقتي في الشات كان قبل رمضان بيقول انا عايز لرشا كذا عايز. قلت له حبيبي ما عنديش الكلام ده. لو هتديني مليون انا لا هاخد في عرض واحده ست، ولا تربيتي ولا اخلاقي تسمح لي ان انا اعمل كده. الموضوع بالنسبه لي شغل وانتهى. هي لها مالها عليها مالها. المهم امبارح بالليل طبعا انا نايم، لقيت التليفونين عمالين يرنوا. في ايه يا جماعه؟ رشا فاتحه بس بتشتمك. دخلت البث بتاع الاستاذ رشا، لقيتني بتقول لي يا ابن الزانيه، يا اللي ناقصك مش عارف ايه تبقى ست، يا والفاظ بقى من قلبك تحبها. وانا ست فجره، وانا ست قادره عليكم، وانا حاطه كعب على اليوتيوب كله، وانا بتبخ رابصه في الجو وبتطير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الالفاظ دي؟ خلاص اتبسها الجميل. اتصال برضه يا تمام. استاذ محمد عشان الاستاذ سلطان برضه ايه عايز يعلق على الكلام. يعلق براحته مفيش مشكله، انا بقول اللي حصل. اتفضل يا استاذ انتوا سلطان. خلصت. انتوا المواضيع اللي اتقالت دي كلها قد وصل تدريجيا لغايه ما وصلنا لغايه لا امبارح. لا لا انا مالي ومال موضوع السيد، موضوع عبد الله، موضوع السيد فهمي والخطه اللي سيد اتعملت والقناه انا اللي استلمتها رشا انا ماليش. والمؤامره اللي صارت. انا واذا قلت لك ان انا ما خدتش هرد الايميل على وبطرد من سيد على فهمي. سؤال الاستاذ سلطان برضه يا حاج محمد انا هرد على عشان كل هيكون الاسئله. بالاخر. انا اتفضل هرد. رد على هو لا الاسئله هو لو سابني اكمل كان عشان هيكون هيسمع، بس اخر هو البث صار هو ايه طالع نختم البث يعلق على النهارده حاجه ونطلع معينه. حبيبي عشان نرجع نوزع هو المتاح. هو هو طالع يعلق على شماعه معينه. هو طالع هدفه هو نقطه لا 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 معينه. لا هو سؤالك تمام. هو سؤاله ان انت بتقول ما كده. هو لو طيب سابني مين اكمل كان هيسمع اكيد اجابه مني. تمام تمام. وصلنا ان الاستاذه رشا فاتحه بس وعماله تشتم وتسب وتلعن. الطبيعي ان انا مش هطلع اديها بكو ورد او مش تمام هطلع اتشطر لها. انا تمام. دخلت القناه ازاي عندها دي بتاعتي انا. سيد فهمي اداني حاجه؟ قسما بالله سيد فهمي ما اداني حاجه. ما هي بص يا استاذ محمد صلى على النبي. عليه انت افضل ما الصلاه بتتكلمش والسلام. بتاع بطاطا برضه. ايه؟ ما بتتكلمش بتاع بطاطا. ما انا يعني بقول لك اهو. اسال على اخوك ابو لا صابر. هقول لحضرتك على اسال حاجه مع سيد احترامي فهمي ليك على يا ابو ابو صابر. صابر. اسال طيب سيد بص مع فهمي على ابو احترامي صابر. يا بس يا بص الحوار بص يا ده ابو صابر. انا مش صل على هصدقه. رسول الله. واحد الله. عليه واحد الله. صلى لا اللي اله الا عنده الله. بص هفترض ان انا دخلت القناه دلوقتي بطريقه غير شرعيه، بس تمام. قسما بالله ما عن طريق سيد لا والله فهمي. بطريقه شرعيه خالص ماشي. بس ما هو انا بقول لك بس مش عن طريق فعلا سيد فهمي خالص. شوف بقول لك ايه. انا لو خدتها من سيد فهمي اسمع هقول لك انا طيب بقسم لك بالله اقول لك مش عن ونعم طريق سيد فهمي. ونعم بالله بس صلى على النبي. انا مثلا عليه افضل دلوقتي الصلاه ماسك والسلام. قنوات مثلا. يا راجل قسما بالله ما عن طريق سيد صلى على فهمي. النبي صلى على النبي عليه صلى على الصلاه النبي. والسلام. انا مثلا ماسك قنوات مم. استاذ زاهر حلو. فبيديني قنواته كلها تمام. بعرف اتعامل فيهم كلهم. هو تمام. دي قناه من ضمن قنوات سيد اكيد فهمي. طبعا اكيد طبعا. فانت بص دخلتها انا مش بطريقه طالع. شرعيه جدا جدا جدا. انا مش طالع ابرر سيد فهمي او الكلام ده كله، لكن انا بقسم لك بالله انا فعلا اخدت القناه من حد بس مش من سيد فهمي. شو بقول لك ايه؟ انا فعلا اخدتها من حد بس اقسم بالله مش من سيد فهمي. انا بقسم بالله. فهمت قصدي؟ رد على كل الاسئله عشان انا البث ده هقفله وافتح واحد جديد. ناس كتير قوي هتزعل وانا مش عايزين نزعل حد. رد يا باشا لا ليك لا حرك على كل الاسئله وانا اروح اعمل ايه نختم البث لا عشان الناس حبيبي كلها زعلت شرفت والواتس بوجودي معاك. كله. لا حبيبي يا عم الناس اللي محمد موجوده كلهم على دماغي تمام. بس حبيبي هو سلطان بس طالع في دماغه ان هو ايه، انا عايز بس تقول لي ان سيد فهمي هو اللي اداك، هو اللي خان هو اللي باع. لا بص هو لو هو اللي اداني انا هقول لك هو اللي اداني وهقول لك انا خدتها من انت سيد طلعت فهمي. بره سيد. ما هو تمام. انت طلعت بره سيد انت وانا بقول قصدي لك هقول لك بس انا والله اقسم بالله ما من سيد فهمي قسما بدين محمد ما من سيد فهمي. انا بقسم لك